ابتدي كده نبدأ نتكلم شوية عن الميرج. والميرج باختصار هو عبارة عن ان انا بنقل التعديلات من برانش للتاني عن طريق ان انا بقف على البرانش المراد اللي انا انقل عليه التعديلات، وبعمل جيت ميرج واكتب اسم البرانش التاني اللي انا هاخد منه التعديلات. طيب حلو، هنبدأ نتكلم هنا عن نوعين من الميرج بيحصلوا. اول نوع احنا يعتبر اتكلمنا عنه قبل كده بس هنتكلم عنه تاني، هو عبارة عن ايه؟ الفاست فورورد. تمام، وده اول نوع. النوع التاني هو اسمه النون فاست فورورد. تمام، وليه كذا حاله طبعا، يعني النون فاست فورورد ده ليه يعتبر فوق الثلاث اربع حالات او الثلاث اربع انواع، بس اللي عايزكم تعرفوه هو حاله واحده بس، وهي الحاله الديفولت ليه اللي هي الاورت، وكان في التحديث القديم باين كان اسمها ريكيرجن. دلوقتي احنا عندنا الفاست فورورد ميرج والنون فورورد والنون فاست فورورد ميرج، او النوع الديفولت فيه هو الاورد. تمام، تعال نتكلم عن كل واحد فيهم على حده. تعال نتكلم على ايه؟ على النوع الاولاني. بيقول لك لو انا عندي هنا، لو عندي برانش وليكن البرانش الاساسي نسميه هنا المين. تمام، وليكن معمول فيه هنا ايه؟ كوميت واحد، كوميت اتنين، كوميت تلاته. وقررت اللحظه ما ان انا عايز اخد من البرانش ده، عايز اعمل برانش تاني وليكن الديفلوبمنت في اللحظه دي. تمام، طيب وقلنا معناه البرانش معناه ايه؟ لو انا جيت عملته في اللحظه دي، ده معناه ان هو هياخد التعديلات دي بالاضافه على التعديلات الزياده اللي انا هعملها على البرانش الاساسي، وليكن ان انا عندي هنا برانش سميه ديفلوبمنت. تمام، والبرانش ده من خلاله هنبدا نعمل مثلا الكومنتس الزياده اللي هي الكومنت 4 وكومنت 5. حلو، الحالة دي اسمها الفاست فورورد، وبتحصل امتى؟ هنا بتحصل لما يكون مفيش أي تعديلات اتعملت في المين بعد ما عملت البرانش الجديد. طيب ازاي؟ يعني انا مثلا جيت في البرانش الاولاني او في البرانش المين وعملت كوميت واحد وكوميت اتنين وكوميت تلاته. حلو، جيت عملت بعد ما خلصت اول تلاته كوميت عملت برانش تاني، والبرانش التاني ده ضفت فيه مهما كان عدد من الكوميتس، بس ما رجعتش او معنى صح ما رجعتش هنا وعملت تعديلات في المين. لو جيت هنا في الحالة دي وعملت ميرج، الميرج هيحصل بطريقة الفاست فورورد. هنا هيحصل ايه؟ فاست فورورد. ليه؟ لان هنا مفيش اي تعديلات من بعد انشاء الفرع الثاني، وده يعتبر اسهل نوع بنبدا نشتغل عليه. الميرج بقى بيتم ازاي؟ اول حاجه الهيد اللي بتشاور على احدث كوميت بتبقى موجوده فين؟ في المين. ساعه لما تعمل ميرج الهيد اوتوماتيك بتروح تشاور على مين؟ على احدث كوميت هنا، وبعد كده تبدا تضمه على مين؟ على المين. طيب تعالى ناخد مثال في الحته دي. لو احنا جينا هنا، احنا هنا على انهي برانش مثلا؟ نيجي نشوف هنا جيت برانش. تمام، فيقول لك ان انت على الديف، هنا جيت لوج. حلو، فيقول لك ان انت ايه التعديلات اللي موجوده هنا وموجوده هنا، بحيث لو انا هنا مثلا جيت عملت اي تعديلات، وليكن انا جيت في مين واحد وكتبت اي تعديل. حلو، قلت جيت هنا عملت جيت اد دوت، وقلنا عرفنا يعني ايه جيت اد دوت. تمام، وبعد كده عملت جيت كومنت عشان اعمل كومنت للتعديل ده، واقول له مثلا ابديت مين واحد. تمام، فبالتالي انا هنا عندي حاله، ان انا عندي لو انت هنا جيت لوج، انا عندي هنا حاله مختلفه ان البرانش الخاص بالديفلوبمنت سابق المين او الماستر بكومنت. تمام، لو انا جيت هنا عملت سويتش، قلت عملت جيت سويتش للبرانش اللي هو الماستر. تمام، حلو، وجيت عملت هنا ايه؟ جيت ميرج للديف. حلو، لاحظ هنا عمل ميرج، ولو لاحظ هنا عمل حاجه اسمها ايه؟ فاست فورورد، وده يعتبر اسرع ميرج ممكن يحصل، وده الميرج اللي ما بيحصلش فيه اي كونفليكت. تمام، وده يعتبر اسهل نوع فيهم. طيب نراجعه بسرعه. بعد ما عملت المين عملت برانش تاني سميته الديف،
والديف ده فضلت اضيف فيه عدد من الكومنتس بس ما رجعتش للمين. يعني بعد ما ضفت في المين ما رجعتلوش تاني وبدات اعمل تعديلات في الديف. لما اجي اعمل ميرج هنا، الميرج هيحصل عادي بطريقه الفاست فورورد، لان هنا ما حصلش هنا كونفليكت في الهيستوري. ليه؟ لان انت عارف ان في الهير ريبو هيستوري بتخزن لك الهيستوري بتاع الكومنتس. فهنا كانك عملت ايه؟ كانك هنا جيت قلت 4 هنا و5 هنا، ما فيش اي اختلاف، يعني ما حصلش اي حاجه في الميل.